اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. خلاص رمضان على الأبواب، كل سنة وانتم طيبين يا رب. قلت النهاردة أعمل معاكم الزبدة ونجهزها لرمضان كل سنة وحضراتكم طيبين. في الفيديو ده هنعرف ازاي نسيح الزبدة البلدي ونحولها لسمنة بلدي بالطريقة الأصلية إن شاء الله. دول 5 كيلو من الزبدة الفلاحي، لازم نشتريها من مصدر موثوق منه يا حبايبي، علشان في كتير بتكون مغشوشة للأسف. ال5 كيلو دول أنا جايبة الكيلو ب160 جنيه. ما تفرحيش إن الزبدة رخيصة وتجيبيها على طول، لاني بلاقي كتير على جروبات اسعار مش منطقية خالص خالص. بعرف ازاي انها مش مغشوشة؟ بمسك حتة بايدي وبهرسها بايديا كويس جدا جدا. لو عملت لمعة على ايدي مش تكون اهم حاجة مدهننة معاكي. تاني حاجة تفتحيها من النص، لان ساعات بيغشوها ببطاطس. وعلشان نستغنى عن كل ده، هاتي من حد تعرفيه وموثوق فيه. أنسب وقت نشتري فيه الزبدة البلدي الجاموسي بيكون من نص شهر 12 لحد آخر شهر 2 بإذن الله. ليه الوقت ده تحديدا؟ علشان الوقت ده اللي بيكون فيه محصول البرسيم طالع والبهايم بتاكل فيه كويس، والزبدة بتكون جميلة في الوقت ده جدا جدا. دلوقتي ابتدينا نسيح الزبدة مع بعض، وطبعا السمنة ابتدت تظهر في الخطوة دي زي ما انتوا شايفين. المهم كل شوية نقلب كل 5 دقايق الحلة بتاعتنا. ليه؟ علشان المرتة بتاعتي ما تتحرقش. المرتة اللي بتطلع دي بناكلها وبيبقى طعمها حلو جدا جدا ومش بنرميها. ولو ما قلبتيش المرتة هتتحرق، وبالتالي ممكن تأثر معاكي على لون السمنة بتاعتي وطعمها كمان. خلي بالكوا حبايبي، الخطوة دي مهمة ليكوا جدا جدا. أعرف منين إن استوت في المرحلة دي؟ لما ألاقي الريم اللي فوق ده بقى لونه قرب يكون بني، دي المرتة بتاعتي. ببدأ أشيلها من فوق الوش كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى أعبي السمنة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده. بسيب البرطمانات دي تبرد خالص وتجمد. بعد كده بنشيلها في دولاب المطبخ عادي. ودي كمان المرتة اللي طلعت جميلة جدا جدا. ممكن بقى بنستخدمها مع البيض، بيبقى طعمها خطير وتحفة. الحقوا بقى حبايبي، خزنوا الزبدة البلدي علشان أكيد هتغلى جدا جدا في رمضان. يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه. ما تنسوش اللايك الجميل وتشتركوا في القناة وتدعموني لو أول مرة تشوفوني. كانت معاكم الشيف ماجي، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله.